اكبر سبب بيخلي 90% من المشاريع تفشل مش الفلوس، الخوف. في ناس عايشه طول عمرها تقول مش هبدا الا لما ابقى جاهز 100%، بس الحقيقه لو مستني الكمال عمرك ما هتبدا. النهارده هقول لك على استراتيجيه اسمها 5 في 3 هتخليك تبدا مشروعك من غير ما يوقفك اي خوف. الاول خلينا في ال5 خطوات اللي يخلوك تبدا من غير خوف. اول حاجه، ابدا حتى لو على يقين 51% بس. طالما عديت ال 50% ابدا على طول، مش لازم يبقى 100%. وزي ما قال كولين ويليامز احد اشهر رواد الاعمال، الفكره مش في الكمال، الفكره انك تتحرك. تاني حاجه، اختار الفريق اللي هيشتغل معاك صح. كل واحد هتختاره لازم يكون بيقدم قيمه للفكره بتاعتك. الغي المشاعر نهائي وما تقولش هدخله عشان هو قريبي، لازم يكون عنده حاجه انت فعلا محتاجها. تالت حاجه، خد القرار في يومين بس، ما تزودش اكتر من يومين. التفكير الطويل بيقتل الفكره. اللي بتفكر فيه النهارده هتفكر فيه بنفس الطريقه بعد شهر. رابع حاجه، الخطا مش نهايه العالم، هتخسر ممكن بس مش هتموت. خامس حاجه، ابدا فورا ومش بكره، مش الاسبوع الجاي، حالا لو تعرف. تعال بقى اقول لك على ال3 حاجات اللي يخلوك تبطل تفكير وتشتغل اكتر. اول حاجه، امشي بخطه واضحه، خطوه خطوه. خلي عندك استراتيجيه وخطوات واضحه بتمشي بيها. تاني حاجه، اسمع الناس الخبراء اللي فاهمين، مش الصوت اللي في دماغك بس، لا، حاول توصل لناس فاهمه في المجال اللي انت داخل فيه. تالت حاجه، خليك واثق في احساسك. لو مش مرتاح ما تبداش، ولو مستريح اتحرك على طول. من الاخر والخلاصه يا حبيبي عم رائد، اللي بيكسب مش اللي بيفكر اكتر، اللي بيكسب هو اللي بيبدا اسرع. ولو عاوز عم رائد يشرح لك ازاي تحول الفكره لفلوس، اعمل فولو وتابع عم رائد، عشان اللي جاي هيقلب دماغك.